بيت نار، قرية الشيخ العجوز بهار. يبني الإيزيديون بيوتهم على شاكلة بيوت المناطق الشمالية، أي من الطين والآجر أو بالحجارة، وبجوارها اسطبلات أو قاعات لإيواء ماشيتهم. أما بيوت الميسورين فتشيد بالجص والحجارة والإسمنت حاليا. وابتداء من السبعينات من هذا القرن كثرت القصور المبنية من الأسمنت المسلح بعد أن تحسن الوضع المعاشي للكثيرين منهم. وتقع قرية بيت نار في سهل يمتد من مدينة عين سفنة إلى قضاء عقرة، ويطلق عليه بلغة أهل المنطقة باسكي شيخ، حيث تنتشر عدة قرى إيزيدية في هذه المنطقة. قرية بيت نار تقع جنوب الشرقي قضاء الشيخان، وعلى بعد 7 كيلومترات. يحد هذه القرية من ناحية الجنوب قرية محمودان، ومن الشرق مجمع مهد، ومن الشمال قرية جروانة، ومن الغرب تقريبا قضاء الشيخان. طبعا قرية بيت نار من أحد قرى باسكي شيخة. قرى باسكي شيخة تتكون من 11 قرية. تقع قرية بيت نار تبعد عن مدينة الموصل بحوالي 45 كيلومتر شمالا، وكذلك تبعد عن مركز مدينة قضاء الشيخان بحوالي 7 كيلومتر. وتقع مجمع مهد شمال قرية بيت نار بحوالي 2 كيلومتر. وكذلك من جهة الشرق الشمال الشرقي قرية جروانة، ويوجد فيها هناك آثار جروانة، والتي تعتبر من أضخم وأقدم الآثار في هذه المنطقة. قرية بيت نار تبعد تقريبا 7 كيلومترات من قضاء الشيخان، وحدودها مع قرية محمودان، وإلى الشرق مجمع مهد تقريبا 2 كيلومترين يبعد، وآثار جروانة تبعد تقريبا 3 كيلومترات. هاي حدودها الإدارية تقريبا. وقرية بيت نار قرية تابعة لقضاء الشيخان. تعددت واختلفت الآراء في أصل هذه التسمية قرية بيت نار، ولو رجعنا للجذور التاريخية للأقوام التي سكنت في هذه المنطقة أو التي مرت من هنا وتاريخ عباداتها، يمكن أن نستنتج بأن أصل التسمية يعود لمعابد النار التي كان يعمرها الزادشتيون كأماكن للعبادة، لكن البعض يترجمها إلى اسم عجوز كانت تسكن القرية وكان اسمها بهار، وبمرور الزمن تغير الاسم. ويمكن أن نقول أن كلمة بيت هي نفسها كلمة بيت في السريانية، لكن كلمة نار مجهولة أو غير معلومة، أو كان لها اسم آخر قريب من هذا الاسم. والله أنا حسب مفهومي بيت نار جاء من اسم امرأة كانت تسكن هنا اسمها أهنار، فالعرب كانوا يتجولون بالمنطقة فيقولون وين كنتوا، فيقولون كنا في بيت هنار، فمن هاي التسمية جتي بيت نار. أنا سامع الروايتين. الرواية الأولى تقول كانت امرأة تسكن هنا اسمها هنار، بيت هنار، فبتحوير الاسم تحول إلى بيت نار. والرواية الثانية أنه من زمن الشيخ عادي عليه السلام أسست هذه القرية كتأسيسا على قرية بيت فار اللي قدم منها الشيخ عادي بن مسافر الأموي عليه السلام. اسم القرية هم حسب معلوماتي قرية كان بها امرأة اسمها هنار. فاعتيادي بمرور الزمن صارت ما لها هناري بيت هنار بالتسمية اللي تحولت للعربية. هاي المعتقد عندنا.
تسمية بيت نار طبعا في الحقيقة هناك رأيين أو روايتين. الرواية الأولى تقول إنه كان في هذه القرية امرأة تسكن اسمها هناري. طبعا كلمة هنار باعتبار قريبة إلى كلمة بيت نار، فبمرور الزمن تغير اسم هذه القرية إلى قرية بيت نار. والرواية الثانية تقول إن هناك في عهد إنه أتى كلمة بيت نار جاءت من اسم النار. في عهد النبي نوح عليه السلام كان لديه 3 أبناء في المنطقة. حام كان ساكن في قرية قرنبارك والتي تبعد حوالي 3 كيلومتر غرب القرية، وكذلك سام كان يسكن في قرية دلسامة نسبة إلى هذه الاسم كقريب إلى اسم سام، وكذلك لام كان يسكن في قرية بيت نار. طبعا في فصل الصيف وتحديدا في موسم الحصاد حدثت صاعقة في هذه القرية أدت إلى إشعال هذه المحاصيل الزراعية. لحد الآن يوجد عندنا مزار باسم شيخ عبروس، باعتبار الديانة اليزيدية ديانة طبيعية تؤمن بالظواهر الطبيعية، ووضع لكل ظاهرة من هذه الظواهر الطبيعية إله، كإله المطر، كإله الشمس، كإله القمر، وكذلك إله الصواعق، باعتبار شيخ عبروس كإله الصواعق وموجود ولا زال نشانه موجود في أعلى تل في شرق القرية. تحيط بالقرية عدة مواقع أثرية، ومنها موقع آثار جروان الشهيرة، وكذلك عدة تلول أثرية تحيط بها. ولكن في العصر الحديث تعرضت القرية للتهجير والترحيل بسبب وقوع القرية بالقرب من حافات الجبل والتعاون بين قوات البشمركة وأهل المنطقة، مما دفع النظام السابق لطرد أهل القرية وتشريدهم في مجمعات سكانية بائسة دون أي خدمات، وإسكان العرب الرحالة بدلا عنهم كجزء من خطة عسكرية كانت تسمى الحزام الأمني. احنا على وعينا، احنا قبلنا يقال انه كان هنا قرية اسمها بيت نار في غير موقع هذا، موقع تحت عند هاي الغابة، وصار أعمال نهب وقتل في القرية فجرت في وقتها. هاي ليست على عهدنا، في عهد أقدم من عندنا، ما نعرف بالثلاثينات بالأربعينات، ما نعرف بالضبط. بس احنا على وعينا احنا ترحلنا في سنة 1975 5/5 إلى مجمع مهد في السبعينيات من القرن الماضي، وتحديدا في 5/5/1975 تم تهجير هذه القرية مع بقية قرى باسكي شيخاء إلى قرية بالقرب ودمجها مع قرية مهد، والآن تسمى بمجمع مهد. الترحيل تم سنة 1975 من قبل النظام السابق، حيث كانت هذه القرية تساعد البشمركة في حينها، تزودهم بالأرزاق والأسلحة وإلى آخره، وعلى هذا الأساس تم ترحيل القرية وسكنوا فيها عشائر عربية. الترحيل صار بال75، رحلونا قسريا وسكنونا مجمعات سكنية. 9 قرى جمعوها في مجمع مهد، من ضمنهم قرية بيت نار اللي رحلت قسريا لأنه دعموا الحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر شيء، كانوا أكو منهم من الحزب الشيوعي، بس النسبة الأكثر دعموا الحزب الديمقراطي، كان بيهم بيشمركة. بالتأكيد كان لهذه القرية له مد يد العون والمساعدة مع البيشمركة وتقديم مساعدتهم ماديا ومعنويا، وكان عدد من أهالي القرية يشتركون في صفوف البيشمركة. طبعا القرية اللي كان لهم دور في الحركة الكردية، كانوا يمدون الحركة الكردية بالمواد التموينية، وكان يمدوهم، كان توجد لهم خلايا من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكان قسم من أهل القرية من ضمن صفوف البيشمركة يقاتلون. والسبب الرئيسي أيضا كان غاية التعريب في حد ذلك النظام، التعريب القرية. نحن عدنا إلى قرية بيت نار سنة 2003، وكان البيوت مدمرة من قبل العشائر العربية اللي كانت تسكن هنا،
ولكن إقليم كردستان مشكور قام ببعض المساعدات، منها مشروع الماء وصرف سلفة العقاري البالغ 25 مليون لمن يرغب في بناء دوره الأولي. توجد في القرية عادة تلول وتسمى بالكند في لهجة أهل القرية، إلا أنه يتوقع أن تحوي هذه التلال آثارا لما تحوي المنطقة من عدة مواقع أثرية مشهورة فيها، ويعد تل مبارك من المواقع الأثرية، ومن المحتمل أن يحوي آثارا عديدة، حيث عثر الرعاة على بقايا آثار من أواني فخارية وأحجار في هذه المنطقة. حسب الروايات وحسب الشيء اللي نحن نعلمه، طبعا ما عندنا أشياء مثبتة مصادر، بس أتذكر مرة الأطفال شافوا هنا ختم يعود إلى سنة 1700، وهذا الختم مكتوب عليه اسم بير صفو. بير صفو هذا يعني يثبت أنه يزيدية من عائلة بيار، وظهر هو كان مختار في هاي القرية. والتلة موجودة حاليا خلف هاي التلة الكبيرة اللي لحد الآن نسميها بالكردي نسميها قركة صفوي، أي تلة الصفو. يحكون على القرية طبعا مو على الزمان، يحكون على القرية بأنه هاي القرية قديمة من القرن السابع عشر، لأن شافوا ختم مال المختار على ما أعتقد اسمه بير صفو، وحتى تلة باسمه اللي هسه موجودة يسمونها قركة صفوي بالقرن السابع عشر الميلادي، وبعدين مرت مراحل كثيرة تقريبا هاي القرية. يوجد في القرية تل أثري وتسمى وتقع في شرق القرية، وفيها نيشان الشيخ عبروس. طبعا تل أثري قديم لحد الآن لم يتم أي تنقيب في هذه القرية. والله أكو آثار تاريخية نعم موجودة، يعني أسامي مثلا نقول كاني كوتك، كانيا حسو، مثلا ميرخاني، مثلا الجروانة قريبة من عندنا. هاي المناطق المعروفة يعني القديمة بالقرية. تعتمد القرية على الزراعة في معيشتها وتربية الحيوانات، لما تمتلكه من أراضي زراعية واسعة وخصبة. واليوم بعد تراجع دور الزراعة بسبب الجفاف وتوفر المنتجات الزراعية بكثرة في الأسواق، تغير نمط الحياة فيها، حيث يلجأ الناس للوظائف الحكومية والأعمال الخاصة والعامة من أجل كسب لقمة العيش، وتوجه البعض للسفر إلى الخارج بحثا عن لقمة العيش. وموضوع الهجرة أصبح من الظواهر المخيفة على واقع القرية الإيزيدية. أهل القرية يعيشون بالدرجة الأولى على الفلاحة، هم فلاحين، فيزاولون زراعة المحاصيل الشتوية كالحنطة والشعير، وكذلك المحاصيل الصيفية كالحمص وترعوس وبعض الأخرى. احنا وعينا على وقت كنا ساكنين القرية قبل التعريب، كان أكثر أهالي القرية معيشتهم على الزراعة وتربية الحيوانات. أكثر شيء 75% على الزراعة وتربية المواشي تقريبا، و25% وظائف، وحتى طبقة فقيرة عمالها ماكو بها يعني القرية. تعتمد معيشة القرية بالدرجة الأولى على زراعة الحنطة والشعير، بالإضافة إلى تربية المواشي، وبالإضافة إلى عدد من الموظفين يعتمدون معيشتهم على الوظائف. كثير من أهالي القرية أصبحوا مهندسين ومعلمين ومدرسين، وقسم منهم صاروا عسكريين.
بعد عودة أهالي القرية لقريتهم ومحاولة إعمارها لم تتلقى الدعم الكافي، ولحد الآن توجد مدرسة واحدة فقط في القرية بنيت إبان وجود العرب في القرية، وتلقى الكثير من أهالي المنطقة تعليمهم في قرى ومناطق أخرى، وليس لديهم أي تجمع أو مركز ثقافي، بل يحاولون المشاركة مع مراكز لالش المنتشرة في منطقة مهد القريبة منهم، ولهم عدة أنشطة ثقافية وفنية في مركز لالش ومركز الشيخان الثقافي. مدرسة واحدة ابتدائية تضم الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي. أسست هاي المدرسة سنة 1977، بينما ما كنا موجودين في هاي القرية، كنا مرحلين. أسسوها للعرب يعني قبل كانوا ساكنين هنا، بس الحمد لله الآن حال هسه المعلمين كلهم من أهالي مجمع مهد ومن القرية نفسهم، والطلاب هم من القرية. تأسست هذه المدرسة عام 1977. كنا في ذاك الوقت مرحلين، بس هم اللي كان الساكنين في هذه المنطقة كان العرب ساكنين. وفي عام 2003 فتح أيضا بمشاركة حكومة أقليم كردستان، فتح مدرسة ب6 مراحل من الصف الأول وإلى مرحلة الصف السادس الأساسي. والله المدرسة ابتدائية واحدة، وهاي المدرسة احنا تأسست في وقت احنا كنا مرحلين من هاي القرية في السبعينات، حوالي 77 في هذا الحدود. طبعا يبلغ عدد التلاميذ في مدرسة بيت نار حوالي 30 إلى 40 طالب. 20 من مثقفين القرية، من معلميهم ومدرسيهم ومن مهندسين ومن طلبة خريجين معاهد أو غير معينين لهسه موجودين منتسبين لمراكز ثقافية مثل المركز الثقافي لالش في مجمع مهد قريب علينا هو، ومركز ثقافي في الشيخان مركز الشباب. بعد عام 2003 تم فتح بعض المراكز الدينية في هذه المنطقة، وتحديدا مركز لالش الثقافي والاجتماعي في شيخان، بالإضافة إلى مكتب لالش الثقافي في مجمع مهد، وهناك يقارب حوالي تقريبا 120 عضو في هذه المراكز الدينية ويشاركون في النشاطات، بالإضافة إلى هناك عدد من الكتاب في هذه القرية يكتبون مقالات وقصص وما شابه ذلك. للقرية مزاراتها ولهم طوافاتهم الخاصة، حيث يقصد أهالي القرية وباقي القرى المحيطة بقرية بيت نار في فصل الصيف هذه القرية من أجل إحياء طواف مزار شيخ شرف دين، تزامنا مع طواف شيخ شرف دين في جبل سنجار. وتؤدى أمام هذا المزار الطقوس والمراسم الدينية، ومنها إيقاد الفتائل كل مساء جمعة وأربعاء وأيام الأعياد والمناسبات، والتجمع يوم الجمعة لأداء تذكار الخاص بالقرية ويسمى دواي نبي. عندنا مزار شرف الدين، شيخ شرف الدين هو من آذاني من بيت الشيخ حسن، ومزار الله يسموه الشيخ يزري. يجون ناس من خانكي ومن خطارة ومن يعني كل القرى المنطقة يجون يأخذون الماء. اكو مرض يسمونه الصفرة، هذا علاج مال المرض الصفرة، وعلاج مال مرض حسد، يعني مثلا شلون نحن نسميه النزار يعني. ومزار الاخ يسمونه الشيخ عضروس فوق هذا التل. 3 مزارات عندنا بالقرية. يوجد مزارين في هذه القرية أو 3 مزارات بالأحرى. المزار منهم يسمى شيخ يزري، هذا بعين مال الماء، يجون العالم ياخذون الماء من المقدسة تقريبا. واكو مزار شرف الدين، هذه تقام الطوافة فيه في الصيف، يعني طوافة وطبل وزرناية، وإن شاء الله تقدرون تزورونا تشوفون هاي الاحتفالات يمنا. اكو نحن نسميها طوافات خاصة جندي، يعني طوافات شرف الدين والشيخ الزري والشيخ عبروس
بالشهر أعتقد الشهر التاسع يعني العفو الثامن 15/8 يندمج ويا الجماعة مع الشرفدين بسنجار. يعني عندنا مناسبة دينية تسمى طوافة شيخ شرفدين، تقع هذه الطوافة في منتصف شهر آب، أي يصادف مع جماعية شرفدين في شنقار. عندنا أنت تعرف أستاذ عاداتنا اليزيدية كل بيت عنده يسمونه خدان، يعني كل أسبوع كل يوم 4 يسوون دورة نبية لصاحب البيت، يعني يذبحون ذبايح ويكرمون أقربائهم والجرية وجماعة. عندنا يعني يسمونه دورة نبية، دورة نبي كل واحد مال مثلا جده عنده دورة نبي، مثلا نقول مال شيخ أبو بكر، مال آمادين، مال بابادين، مال سجادين. الجماعة الساكنين بالقرية شنو مثلا كل واحد جدهم شنو، واحد يعني يسوي دورة نبي مال جدهم، يعني خدان مالهم. عفوا. هناك بعض الأعياد الدينية في هذه القرية، عيد سري صالي وعيد خضر الياس وعيد صوم يزيد ومربع عينة الشتاء والصيف، وكذلك بقية الأعياد الأخرى. تقريبا نفس العادات والتقاليد، بس شيء يفرق. بيت نار احنا في المجمع كنا نزور يزيد، بس هنا نزور 3 مزارات عندنا مثل ما قلت لك، وواحد يروح علاخ، يعني اكثر من القرى الباقيه. جميع يعني كل اهالي القريه يزورون بيت الفقير ويعايدونه بالاعياد والمناسبات، وبيت المختار والشيوخ والبيار الموجودين. بصراحه يوم يعني ليله الطوافات مال خاصه جندي عندنا بيت مال مساء وبيت الصبح. نحن وبالمشاركة الرجال دين يجون ويانا، وليلة الطواف يعني طواف مال خاصة جندي كلنا نتجمع والقرية، وعندنا صمع وقول وبيتات نعم. والعفو أستاذ، كل مساء الجمعة ومساء الأربعاء نعلق شراء، نحن نسميه شراء يعني مال خاصين جندي يعني، وكل مناسبهم كل ليلة العيد مو شرط إلا يوم الأربعاء، يعني ليلة الأربعاء مع الجمعة. على الرغم من قسوة الترحيل والتهجير والتشرد في عادة قرى، إلا أن علاقات أهل القرية بقيت متماسكة ومترابطة، وتجمعهم رابطة القرية الواحدة. وبعد عودتهم تم تقسيم البيوت فيما بينهم بحيث يرضى الجميع، وكذلك تم اختيار مختار لهم يمثلهم أمام الجهات الحكومية والعشائرية في المنطقة. نعم، واجب المختار له جوانب كثيرة، منها الجانب الديني، أنه المختار والمجاور هم المسؤولين عن جمع الخيرات والتبرعات من أفراد القرية ونرسلها إلى الشيخ عادي وإلى محمد رشان، مزار محمد رشان. ومن الناحية الاجتماعية هم نشترك في المناسبات الزواج والخطوبة. ومن الناحية الزراعية كذلك نساعد أهل القرية، مساعدتهم في مثلا التسجيل الكيميائي والبذور وتجهيزهم بهذه المستلزمات. طبعا في هذه القرية عشائر مختلفة، مثل عشيرة الخيسكين طبعا النسبة الأكثرية، وعشيرة الختارين والهكارين والقائدين والدملين، بالإضافة إلى بيت عائلة المرحوم فقير جندي من عشيرة الخالتين. العشائر مختلفين، يعني العشائر أكو من العشائر الساكنة هنا القائدية الهكارية، بيت الفقير اللي الخالدية عشيرتهم، وعشيرة الختاري وعشيرة الخيسكي اللي شوية أكثر تقريبا منهم، وهاي موجودين والحمد لله عايشين بتآلف وأخوية. هنالك عشائر والبيوت موجودة وذات
تفرعات وأصول في الديانة اليزيدية. نذكر هنا عائلة الفقير جندي من شيخ بكر فقير، صاحب مريدين كثيرين ومعروف على مستوى اليزيدية بصورة عامة من هنا إلى سنجار. كذلك الشيخ يزين أيضا شخص متدين وصاحب بيت وفلاح قديم ومن المعروفين أيضا له مريدين. ومختارنا أيضا كان المرحوم نافخوش مادو يسكن القرية، ومن وجهاء القرية أيضا رشيد مريبة وخديدة جمو ورشو صالح وميرزا قدو ووجهاء القرية كثيرين، يعني قد لا أذكرهم كلهم. أنا بالنسبة لي كرجال دين مجور مال خاسين الهالقرية، أنا شيخ فقير يعني القاطاني، وعندنا رجال دين بيت الشيخ يزدين هم الشيخ بابكا الشمساني، وعندنا بير حجي من البيارة بير حسن الممان. طبعا العلاقات الاجتماعية جيدة جدا ما في القرية ما بين الشيوخ والأبيار ومن كل الطبقات، وبالإضافة إلى كون مجاور القرية له منزلة دينية رفيعة في القرية، والقرية يحترمهم بشكل كثير جدا. يعني هذا واجبنا الديني، لازم نحن نسوي المحبة والصدق يعني نسوي شيء زين حتى الله سبحانه وتعالى يرضى بنا، لأن نحن من مسكنا هذا الطريق، هذا طريق إنساني وطريق الرجال دين، وهذا طريق الله يحبه، يعني هذا واجبنا بصراحة. الشيء يجي بيدنا ما نقصر. ما زالت القرية على حالها منذ سقوط النظام ولحد الآن، من حيث عدم وجود المدارس وعدم وجود الطرق المبلطة وعدم وجود شبكة للمياه ومستوصف صحي، مما يضطر الأهالي إلى مراجعة المركز الصحي في مهد أو شيخان. السبب الرئيسي لعدم عودة الكثير من أهالي المنطقة للقرية وإعمارها، حيث منحت حكومة الإقليم قروضا مالية من أجل إعمار القرية والاهتمام بها، مما أدى إلى رجوع عوائل قليلة للسكن فيها ومحاولة بناء دورهم من جديد. القرية بحاجة ماسة إلى الخدمات، لكن القرية لا يوجد فيها شوارع، وكذلك لا يوجد فيها مركز صحي. طبعا عام 2011 بموافقة حكومة إقليم كردستان تم بناء بعض البيوت في هذه بواسطة سلفة العقاري في القرية. طبعا نرغب ونتمنى المزيد من الخدمات لهذه القرية، ليكون القرية بحاجة ماسة إلى هذه الخدمات الضرورية. حسني سلطانا يا سلطانا هاي عايزك مال بابي منو بابي قلبي الرحمن أمير قلندرة هاي لمن هاي لا ليش يبو ديوان يبو مرقا يبو يا بريندار ميرانا سلطان شيخادي لمو دردي درمانا يا درمانا شيخ حسني فقيرا فقيرة وهاي عزكي مالا بابي منو بابي قلبي ميرا قلندرة هاي لمن هاي لا ليش هو سلطان زيدان شاشي خادم بني شيخ سنة جودة قضاء مرقا
سلطان شيخادش أول وآخر خبير شيخ حسن سيدا منا باب قلب مريد أمين قلم درا هاي لمن هاي 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 لا ليش يبو ديوان هبو يا مرقى هبو يا بول يا بول يا برندار ميران قاب يا برازة سلطان الزيدان يا سلطان الزيدان شيخ حسن مصنع يا إمازينا هاي عزكي مالا باب منا باب قلب مؤمن أمير قلندرة هاي لمن هاي 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 لا ليش هبو ديوان هبو يا مرقى هبو يا برندار ميرا لقب يا مرازة تهدى خليك شيخ شيخ ديانو قازنا يا قازنا شيخ حسن يدل برندار يا هاي عزكي مالا باب منا البوري محمد سوار أمير قلندرة هاي لمن هاي الله سلطان زيداك شاشي خادم الشخص نجاد القباه يا برندار ميران سلطان يزيد المدرداي خبيرا شيخ حسن يا أحمر يا أحمر يا أحمر هاي عزكي مالا باب منا خالقك من هالوهار مية قلندرة هاي لمن هاي لا ليش هبور ديوان هوايا مرقى هبور يا برندار ميران حكومة سلطان شيخادي 12,000 سنة 12,000 سنة